الفيديو ده علشان قلة أدب الثانوية العامة. الثانوية العامة اللي مدمرة البيوت كلها بعد معاناة سنة كاملة من الفلوس، نتيجة بقى جمعيات، نتيجة مسكوا على نفسهم بهدلة، والولاد متبهدلين، مذاكرة 24 ساعة ونزول سناتر ونزول دروس، وتأثير من المدارس الحكومية في مصر، والاعتماد الكلي طبعا على الدروس. نلاقي المسخرة اللي موجودة في امتحانات الثانوية العامة، تسريب الامتحانات من جهة، امتحانات زي امتحان الفيزياء اللي كان امبارح اللي فيه غلطات كتيرة بقول كبار الأساتذة في المادة، أثبتوا إن في 3 أسئلة غلط في مادة الفيزياء. وده ذنب مين؟ هل هيكون ذنب الطالب هو اللي هيشرب ثمن غلطكم في اللي حط الامتحان ده، ولا هيبقى مين اللي هيشرب؟ مين اللي هيحاسب على المشاريب؟ أنا عايزة أعرف في قلة الأدب اللي حصلت امبارح في مادة الفيزياء. والتسريب بقى ايه موضوع التسريب؟ احنا اول مرة نسمع ان في تسريب في الثانوية العامة، يعني الولاد يطفحوا الدم ويتبهدلوا والاهالي تتبهدل، وفي الاخر تلاقوا تسريب وتلاقوا امتحانات غلط. يا منظومة فاشلة. انتوا يعني اقل حاجة ينطبق عليكم كلمة فشلة. هو انتوا مش فالحين في حاجة خالص كده؟ كهرباء فاشلين، تعليم فاشلين. انا نفسي اشوفكم حاجة فالحين فيها بصراحة. كله فشل 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 فشل. ايه ومفيش حاجه؟ مفيش حاجه نقول احنا فيها ناجحين؟ كله قرف كده وكله هم وكله رمي على المواطن المصري. المفروض اللي يشرب في كل حاجه. ناس جايه من بره وطلعوا بره الشقق ودفعوا اكتر. اشرب يا مواطن. الكهرباء بتقطع، اشرب يا مواطن. الامتحانات غلط وفيها قرف على دماغكم، اشرب يا مواطن. المواطن المفروض هو اللي يعمل كل حاجه في الدنيا، صح؟ والكهرباء على فكره ما بتقطعش عند ناس معينه، يعني ما تقولوش الكهرباء بتقطع عند ناس معينه، لا، الكهرباء ما بتقطعش عند ناس معينه. المواطن المصري متبهدل متبهدل، كفايه ارحمونا. غير بقى النوبه اللي طالعه دلوقتي انتحار، موت بالسكته القلبيه لطلاب الثانويه العامه. يعني 16 17 سنه سكته قلبيه. لسه النهارده واحده متوفيه قايلين عنها نتيجة ايه وهي بتذاكر الفيزياء توفت. تمام. واحدة نزلت عربية والدها